ولم يتجرأ أنصار والخضر الذين كانوا حاضرين في الغابون خيبة الأمل الشديدة التي أصابتهم عقب الخروج من الدور الأول، وهو ما تفسره هذه اللقطة وهذه الصور التي تظهر محاولة أحد المناصرين الاعتداء على المهاجم إسلام سليماني خلال إقدام هذا الأخير إهداء قميصه لأحد المناصرين في المدرجات. وهذه الصورة عندما حاول أحد الأنصار مثل ما نشاهد الاعتداء على إسلام سليماني. رغم المباراة هذو اللي فاتوا اللي قدمتهم المنتخب الوطني ما كناش قاروا منهم، كنا معلقين عليهم امال كبيره. رغم كاع هذا اللي فات علينا، نتمنى من الدوله الجزائريه تاخذ كما نقولوا حنا. انا ما غاديش نقول لك خاصني راه يروح، خاصني راه يجي، خاصني واحد اخر يجي، ما خاصنيش. انا خاصني واحدين يعرفوا هذه قيمه هذه السيبورتير وهذه البلاد وهذه الصوالح، باسكو بلاد كبيره خويا، تمثلوا الجيري، ما تمثلوا كارتي ولا مش عارف شنو. واللاعبين رغم ذلك مشكورين على ذلك، لخاطرش مدرب ماشي تاع المنتخب الوطني، مدرب المنتخب الوطني كبير عليك بزاف خويا. وفيهم في حاجه واحده اخرى ثاني، كاع اي واحد هنا هضرنا عليها شحال من خضره، ما جاو شافونا، ما سمعوا بنا، رغم ذلك نحن احسن مناصرين في هذه الدوره، احسن مناصرين. 20 سيبورتير درنا صوالح اللي ما كاش اللي دارهم خويا، هما بشهاده الجميع، قناه مصريه كاع شافونا ولا شوفوا صوالح كاع ما كاش. نوقفوا مع ليكيب ونعلقوا علامات وواقفين مع علامات وما تحوش عليا وين بدات واش ناكل. المهم انا غير نحمر وجه، غير احترمني، المهم نحمر وجه تاع لي سيبورتير ونشكر كاع اللي راهم في ديارهم يتفرجوا واقفين معنا. انا كنت نتفرج نسقسوا علينا شابين نقول لكم تحيا الجزائر، ربي يحفظ لنا بلادنا. والتريكو ديال العنابر وعطالي من تريكو طالي، كونكم رجاله وسليماني شابين نقول لك خويا خمم مع عقلك، ما نقول لك حاجه. انا السلام عليكم. واش نقول لك، خساره قاسيه، هزيمه مره. يعني الاقصاء كنا شفناه احنا من المباراه الاولى تاع زيمبابوي، من المباراه الاولى تاع زيمبابوي عرفنا باللي ما كان والو، وخاصه اختيار الشفيله ابعاد فغولي ومجاني كان عليه يعني دور كبير، اثر عليه كبير. وزيد مدرب فاشل، سوء الاختيار. اريد ان اضيف نقطه، يعني نقطه مهمه لا لتضليل الشعب الجزائري. هذه اصرات بعد نهايه المباراه جاوا لنا بعض اللاعبين، من بينهم جا لنا سليماني، جا لنا حتى لعندنا، لان انتم منافقين. اسمع مليح يا الشعب الجزائري، يا الجمهور العظيم، قالنا انتم منافقين. سليماني قال انتم منافقين. احنا رجعنا له، يا سليماني نقولها لك لايف، انت هو المنافق الكبير. انا الجيري ماشي تاعك ولا تاع راوا ولا تاع ليكاس ولا الجيري تاعنا كاع، احنا نديبلاصو بدراهمنا وحنا نموتوا على الخضراء، ماشي ديالك خويا، ماشي ديالك، وانت هو المنافق الكبير. والسلام عليكم. وعلاش بصح محمد ريح معاه على محمد احتراف يا مش اسمع محمد علاش منافقين؟ علاش قال لهم منافقين؟ نعم انا نسمع فيك. نعم قلت لك علاش قال انتم منافقين؟ ها حيقولها لك، راهم كاع هنا هما كامل كانوا معنيين. يقول له علاش هما كامل معنيين، دوك راح يفسروها لك حمو. نعم قال لك علاش قال لكم منافقين؟ خاطر شوك فهمك، الاحتراف ماشي في الرجلين، الاحتراف في التربيه وبعد العقليه وبعد اكسيتيرا. حنايا في المطار نهار لقينا الفريق الوطني، حضرت انايا باسكو هو جا لي اوسبيسال ليا، قال لي تايا نعرفك، قلت له ثاني نعرفك، قلت له واش كاين؟ انا عم بيجي باسكو لي جوار بعد الماتش كاع جاو صفقوا علينا، حنا صفقنا عليهم، حنا درنا لاطاش تاعنا داخل التيران، حنا فوق درنا التيران، شوف انت داخل ما تخلعنيش لي دو بيت هذوك. باسكو اللي كنت ماركي بالمليار، حنايا حتى الماتش اللي خاص نديروا به الماتش كنت ماركي لي هذا. المهم قال لنا انتم منافقين، علاه؟ باسكو قلت لك في المطار سيتي نهار كانوا فيه رحبه كامل لي جوار، ما سيبورتو كنا 10 ولا 11 يتحاسبوا على الاخرين، ماشي في بليده بزاف، ما نلوموهمش في بليده بزاف، بصح حنايا 10. انا ولا قلت له تصور معايا، ما قلتلوش عندك في الجاز طريق، هذه الحاجه عندنا جاز طريق، افتح الباب وراح افتح الباب، ها كاع شادي، مانيش نكذب وحنا يكذب، احنا واش كذابين، احنا كبار في لاج وحده وزيامي خويا مربيين. انا عم بالي قبيله جاي يقول لي هذيك، وانا هضرت في الهوكي شافها في التلفزيون ولا في اليوتيوب،
حضر دار مع واحد المناصر، دار اليوتيوب هذاك باش يضللنا احنا. لا المجموعه هي المجموعه. انا كذاب، هذا كذاب، هذا كذاب. شكون اللي عنده الحق؟ المجموعه ما تكذبش. واليوم هم راح يفسروا لك باللي قال انتم منافقين. بعد حتى الكوزه مع العطاء العبد القادر تاع فرنسا باش يبين باللي هو لا يا اخي راك غلط. احنا منافقين ساعه واش تكون كاين المنافق الكبير سليماني هو المنافق. الرياضه هذه تربيه ماهيش حاجه واحده اخرى. السلام عليكم يا اخي. احنا تعبتنا جيت لعندنا باش تكفر على الذنب تاعك، على الغلطه اللي درتها. صح انت زدت كما يقولوا زدت الطين بله، زدت الزيت للنار يا اخي. الرياضه هذه راهي اخلاق وراهي تربيه وراهي ثقافه وانت راك تلعب في ليستر سيتي نورمالمون، راك تلعب في بريطانيا العظمى. هذه بلد كرة القدم، بلد مهد الحضارات. بصح انت خيبت ظننا على كل حال، حتى تسجل هدف 2 3 احنا انهزمنا قبل المباراة تاع اليوم على كل حال. ويا خويا سمحوا لنا. إذا شاهدنا أيضا نبيل بن طالب الذي تقدم إلى الأنصار لإهدائهم قميص المنتخب الوطني بعد نهاية المباراة. ونبقى مع الأنصار، دائما خيبة كبيرة ميزت الجمهور الرياضي الجزائري بعد إقصاء المنتخب الوطني من الدور الأول للكان. نقول الأمطار وبرودة الطقس لم تمنع الأنصار من متابعة المواجهة في الساحات العامة، بالرغم من أن حظوظ الخضر كانت ضئيلة جدا في التأهل. لم يمر الإقصاء المر الذي تكبده المنتخب الوطني في الدور الأول من كأس إفريقيا دون أن يخلف حسرة وسط الجماهير الجزائرية، خاصة أن آمالا كبيرة كانت تعلق على الخضر لتشريف وضعه كمنتخب مرشح لنيل اللقب. الأمطار والأجواء الباردة التي تشهدها أغلب مناطق البلاد لم تمنع الجماهير من متابعة اللقاء في الساحات العامة، وبوجه خاص في ساحة البريد المركزي بالعاصمة، أين خرج الجمهور متأثرا بالإقصاء وبالوجه الشاحب الذي ظهر به أشبال لكانز، وهذا من خلال تصريحاتهم لميكروفون قناة الهداف. بهدلونا يا اخو، اقسم بالله غير بهدلونا. هذا واش نقدر نقول يا ايكيب كيما هذه نورمالمون نشوفوهم انت كدا. لا عيب يا اقسم بالله يا ما نقدر نهضر والو، اقسم بالله يا عيب يا. سي مال لو كور نخسروا في هاد لا كومبيتيسيون هاديه باسكو عندنا كاع لي زانغريديون باش نديروا نلعبوا على البوديوم، مينيموم نلعبوا على البوديوم. صافي مال لو كور اون بليس لي جوار ما كانوش كاع يتيك حارين، راحت هذيك الحراره اللي عاودونا عليها. واش حنقول لك هذا لونطرينور هذا اللي كان ماشي اللي كان صح اللي كان باينه الريزلت تاعو لو 25 يتمحى يتسبوندا. اون بليس لا تاكتيك ما كان والو. لا تاكتيك هاد ليكيب هاديه بوغراره كان شدها يدير بها حاجه. بوغراره لو شي التاجنات لو كان شدها يدير بها حاجه، يلعب على التروازيام بلاص. شو كاين حاجه ما غطوش الشمس بالغربال، ما كاين والو، ما كاين والو. قبول الشامبيون ناسيونال تقبوه. لي جوار تاع الجزائر مساكن لي لوكو ولا ما يخموش باش يلعبوا في ديك البلاصه ما صحلهمش. وهاد لي جوار فشوهم صوبيتي فشوهم دراهم طياره سبيسيال كل سبيسيال. ما كاين والو، بهدلونا ما كاين والو. هادو تقولوا لي جوار تهضروا عليهم خساره فيهم هذيك النجمه، خساره فيهم النجمه هذيك. وما يجيش يلفوا داك التريكو وما يجيش يقولوا كلمه قسامه بعيد عليهم. احنا علاه ما عندناش جوار في الجزائر كاين، علاه الجزائر ما كوناش هو حسن الله الماس من خرج جيلاني سلمي من خرج. وشد الإقصاء المبكر للمنتخب الوطني في كان الجابون أنظار الصحافة العالمية والعربية التي تساءلت عن الأسباب الحقيقية وراء فشل الخضر الذين دخلوا الكان في ثوب المرشح. أبدت الصحافة العالمية والعربية استغرابها الشديد من الوجه الشاحب الذي ظهر به المنتخب الوطني الجزائري في نهائية إفريقيا بالجابون، خاصة وأن الكثير منهم وضع الخضر في مقام المرشح الأول لإحراز لقب القاري في ظل امتلاك المنتخب لأفضل اللاعبين في الساحة الكروية الإفريقية بقيادة رياض محرز. صحيفة لوموند الفرنسية كتبت تقول أن الجزائر تسمح لتونس والسنغال بالتأهل إلى الدور القادم. موقع ماكسي فوت تحدث عن خيبة الأمل الجماهيرية وقال إن المعجزة التي كان ينتظرها الشعب لم تحدث، وهو ما ذهب إليه موقع أوروسبور. موقع RFI أكد أن الخضر فرطوا في الحلم القاري وعادوا إلى الديار مبكرا. أما صحيفة فرانس فوتبول حاولت تحليل أسباب المشاركة الكارثية لزملاء رياض محرز وحملت جورج ليكانس مسؤولية الإخفاق والإقصاء المبكر. أما صحيفة سينيك سبور السنغالية قالت أن الجزائر تفشل أمام الفريق الاحتياطي لأسود تيرينغا. وبدورها الصحافة العربية سلطت الأضواء على الخروج المبكر للخضر من المونديال الإفريقي
واعتبرت مشاركة فيكانس وأشباله كارثية بكل المقاييس، على غرار موقع 360 رياضة الذي قال إن الجزائر كررت رقما سلبيا في كان الجابون بعدما سبق لها الإقصاء من الدور الأول في كان 2013 بجنوب إفريقيا. موقع جول العالمي في نسخته العربية كتب يقول: مباراة وداع للمنتخب الجزائري، ونصب إسلام سيماني رجلا للقاء نبيل بن طالب كأسوأ لاعب. صحيفة الوسط اليمنية اعتبر مشاركة الخضر كارثية، وقال إن الأسماء وحدها لا تكفي لكتابة المجد القاري.